بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. سلام حبيباتي، وش راكم؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم جبت لكم وصفة ليغوم صوتي. وصفة هايلة بزاف وجات بنينة بزاف. تقدري ديريها في الايام العادية لوليداتك، تقدري ديريها لضيافك. وصفة تستحق التجربة. ان شاء الله تجربوها. وش نحتاج في هذه الوصفة؟ عندي حبة بصلة رحيت معاها شوي معدنوس وثوم، عندي شوي كزبر، شوي كركم، فلفل أسود، ملح، جامبو، أورند، زنجبيل أكيد. هنايا وش عندي جزر، قصيته دوائر، عندي زاليقو أو لوبيا ماشطو، ثاني قصيتها، وعندي بطاطا. هنا جيت جبت لا كوكوت، حطيت فيها البصلة واربع ملاعق زيت، وحطيت فيها الدجاج، وراح نحط فيها التوابل اللي راح نستعملهم. هنا زدت لها الزنجبيل، وزدت لها تابل الدجاج، اللي تحب تزيدو تزيدو، اللي تحب تتخلى عليه ماشي مشكل، اللي ما عندهاش مش لازم، وتجيبني نعسل ونحطها تتقلى. من جهة جبت الكسكاس، حطيت فيه الجزر او السنارية، وحطيت فيه لوبيا ماشطو، راح ندير له رشة ملح، رشة فلفل اسود، وورقة رند، ونحطو يفور باش ما يجينيش صامت. هنا راهو تقلى لي الدجاج، راح نمرقو بما سخون، ونقفل لا كوكوط، ونزيد له قرن فلفل حار، ونقفل لا كوكوط. من جهه واحده اخرى جبت البطاطا، قليتها. هنا البطاطا تاعكم حمروها مليح. من بعد ما فارت السنارية ولوبيا ماشطو، جبت هنا راح نصوطيهم، درت لهم مغرف زبدة، ودرت لهم شوية معدنوس، وراح نخليهم يتحمروا لي في المقلة مليح. هنا مكي هما يتحمروا وانا نحرك فيهم. هنا لوبيا ماشطو بعد ما كانت تحمرت لي، رحت زدت لها شويه لاصوص وخليتها تتشرب فيها. هنا يعني نفس الطريقه راح نستعملها مع البطاطا. ومع البطاطا ما درت لهاش الزبده على خاطر قليتها في الزيت. هنا ني زدت لها لاصوص ديراكت وراهي تتشرب لي. هنا الجزر ثاني زدت له لاصوص وراه يتشرب لي هذيك لاصوص. بعد ما حطيتهم هما يتشربوا لي لاصوص، جيت هنايا جبت شويه ثوم، شويه معدنوس، شو مغرف زبده، وشويه فلفل اسود، وشويه ملح، نخدمهم مليح كيما البوماده. هنا كنت نحيت الدجاج تاعي طاب، صاي لاصوص راني نشرب بها. هنا الدجاج طاب نحيته، راح نروح نحمره. انا هنايا للامانه حمرته في المقلاة الهوائيه. اللي ما عندهاش مقلاة هوائيه لا حرج في ذلك، تروح تحمره في الكوشة عادي، ولا في الفرن، ولا وش عندها، ولا تقدر حتى هكا وتحطه في المقلاة يتحمر لها. هنا نروحوا لصحن التقديم. انا كنت بريزونتيتهم ولا قدمتهم بهذه الطريقه، رافقتهم مع لاصوص. جاو بنان ما شاء الله. حاجه مليحه. رافقتهم مع الحميص التونسي اللي راي الوصفه في لي فيديو القدم، والطرشي اللي كنت خدمته معاكم. اكم تشوفوا فيه كيفاه راه هو كيصفر، ما زدت له حتى حاجه ابار خل وماء وثوم، وجا روعه مع شويه كسره خميره وسلاطه. والحمد لله، اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. نتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفه وتجربوها، وتخليوا لي ارائكم في لي كومنتير. ودركا ما بقى لي غير نقول لكم مع السلامه في فيديو واحد اخر ان شاء الله.